هصرف على النادي. انا ماضيه عقد، ماضيه 3 مواسم وانا اتسقطت سيستم وحقي ما جاليش، وحق بنات تانية كتير ما خدتهوش وانا عارفاهم. صباح الخير، انا مريم خالد، شهيرة بمريم انه لاعبة نادي بيراميدز السابقة. انا كنت مضيت لنادي بيراميدز شهر 1 2025. كان اول موسم ليا معاهم، المفروض ان انا كنت ماضية 3 مواسم. وحصل مشكلة ان كان معايا مشكلة في المرتب عشان حساب CIB. المفروض ان هما كانوا هيحلوا المشكلة دي، فكانوا بيبعتوني لكذا فرع من فروع البنك CIB، منهم فرع العباسية، فرع مدينة نصر، فرع المعادي. فكنت بلف على كذا فرع حرفيا، لفكرة ان انا كان عندي حساب واتقفل، كان حساب شباب واتقفل، وان هم محتاجين حساب جديد او الحساب بيتفتح. هم كانوا بيقولوا ان هم بيتواصلوا مع الفرع، والفرع بيقول ان الحساب فيه مشكلة وان هو يتفتح ولازم حساب جديد، وان ده حوار كبير وكده. فاتقال لي هاتي حساب بنك تاني. جبت حساب بنك اهلي، عدى شهر والتاني وقالوا لا احنا محتاجين CIB. الكلام ده لحد شهر 7 اللي فات. بعتوني انا وبنتين تانيين بدون ذكر اسماء، رحنا فرع CIB اللي في مدينة نصر، بعتونا لحد هناك مش فاكرة اسمه بصراحة، بس وفتح لنا الحساب، فتح الحساب اللي كان مقفول. والمفروض ان من ساعتها الادارية اروى سامح بتقولي ان كل شهر فلوسك هتنزل. طيب انا فلوسي ما جاتليش من شهر 1 2025 لحد النهارده. واتقال لي وانا بمضي ان مفيش، المفروض ان انا ليا فلوس اللي هي مبدئية العقد اللي هي الاتفاقية دي، انا ما خدتهاش. في بعض اللعيبه قالوا لي في، وفي البعض اللي رجع في كلامه، اللي كان قايل لي في وبعدها رجع قال لي لا مفيش. وكنت بتواصل مع كابتن اسلام شكري رئيس القطاع، كان يقول لي كلمي اروى، هي اللي معاها، هي اللي هتحل لك حوار الاب. اكلم اروى تقول لي كلمي كابتن اسلام شكري، وكانوا بيلقفوني لبعض، ومعاهم كابتن رشدي كمان. وكان في مدير فني مشي في الموسم اللي انا كنت موجوده فيه، جه قال لي في يوم انت خدتي قبضك، انت قبضك نزل لك؟ قلت له لا. ساعتها استغرب او ضحك ضحكه كده، اللي هو ما فهمتهاش، بس فهمتها تقريبا لما قبضي ما نزليش. فبقيت اتواصل مع كابتن اسلام شكري، مره يقفل السكه في وشي، مره جوز اختي يكلمه بطريقه مش كويسه ويقل ادبه ويقفل في وشه. واروى سامح الاداريه بتاعت نادي بيراميدز تأول جوز اختي كلام اصلا ما اتقالش. ولما اقول لكابتن اسلام ولما اقول لها ان انا اقول لكابتن اسلام شكري، تقول لي لا 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 خلاص ومش خلاص، وانا هجيب لك فلوسك، وانا اللي هتصرف وانا اللي هعمل. دي حاجه. تاني حاجه ان انا لحد النهارده لسه بتواصل معاهم، وكل واحد يطلع لي بكلمه، ومعايا سكرينات بالكلام بالشات، ومعايا ردودهم كلها، وان هم عمالين يلقفوني لبعض. واللي يقول لي شويه اصل في ورق بيتمضي في الامارات، واللي شويه يقول لي اصل مش عارف ايه. انا ما كنتش بروح كل التمارين. بيراميدز كانوا بيعملوا كل يوم تمرين، بالذات في رمضان يعتبر كل يوم تمرين. انا ما كنتش بروح اغلب التمارين. ولما كلموني قلت لهم انا مش هصرف على النادي، انا النادي ما ادانيش حقي عشان انا اصرف عليه، معلش انا مش هاجي كل يوم وهصرف من جيبي الخاص على النادي، وانتوا اصلا مش بتسعوا ان انتوا تدوني مرتبي. فدي كانت حاجه. فهم بيقولوا لي اصل انت منقطعه عن التمرين. قلت لهم انا مش منقطعه، انا غبت فتره 2 3 ورا بعض بسبب ظرف ما، والباقي انا كنت بغيب مثلا تمرينه واجي 2 3 واغيب تمرينه. ده بسبب ان انا مش هصرف على النادي. انا ماضيه عقد، ماضيه 3 مواسم وانا اتسقطت سيستم، وحقي ما جاليش، وحق بنات تانية كتير ما خدتهوش وانا عارفاهم. فكابتن اسلام شكري، اروى سامح الاداريه، وكابتن رشدي، 3 دول هم ال3 اللي السبب في ان انا قبضي ما يجيليش، وانا متاكده من ده. وكابتن اسلام شكري لو كان بيسعى ان هو ينزل لي قبضي كان رد عليا في اي مره انا كلمته فيها، لان هو لا بيرد على الواتساب ولا بيرد على مكالماتي. اروى سامح انا
ذللها عشان ترد عليا، عشان بس اعرف منها القبض طب هينزل الشهر ده ولا لا. تقعد تقول لي انا حاطه اسمك في الاتش ار ليتر، حاطه اسمك حاطه اسمك حاطه اسمك، ما بلاقيش منها رد. واخر حاجه قلت لها شكرا وانا هعرف اتصرف في الحوار ده، شافت المسج وما ردتش، وانا السكرينات دي كلها برضه هبعتها.